ازيكم يا حبايب قلبي؟ انا فاطمة سيد. النهاردة الحلقة هتكون بصوتي لان مروة ماجد حبيبة قلبي تعبانة شوية، وبنحاول ان احنا نبقى جنبها لحد ما تعدي الازمة على خير. فيا رب بقى اكون ضيفة خفيفة عليكم، ويا ريت تشجعوها وتدعوا لها دعوة حلوة من قلبكم، وان شاء الله ترجع لنا بألف سلامة وتمتعنا بصوتها الجميل. ويلا بينا قبل ما نبدأ الحكاية تصلوا بينا على النبي. قومي يا عروسة ناموسية الكحلي، قومي فطريني اني هموت من الجوع، وحدايا علاج لسمناخته في مواعيده. خلاص سبوع الخزانة خلص. قومي يا مرات ولدي، قومي واعملي لك همة، البيت محتاج شغل كتير، ولا تتبع الكسل والجلع ما هتقومش. اتفتح الباب وبصوت زي الرعد ردت عليها مرات ابنها: يا فتحي يا عليم على الصبح، حد يصحي عروسة الساعة 8 الصبح كده؟ فطاري اللي عايزاني نحضرهولك وشغل بيت اللي عايزانا نعمله. يا وليه انت مش مكسوفة من نفسك وانت بتقولي كده وانا لسه على ايدي نقش الحنة؟ وبعدين بنقولك ايه، لو انت متعودة على خدمة مرات الابن فانا مش زي غيري. دوكها كانت معيوبة وعشان كده كانت راضية تبقى خدامة، لكن انا لا، انا قدارة اللي لا زي حد ولا حد زيي. بصت لها زاهية بصدمة من كلامها وقالت لها: هتقولي ايه يا وكلاهم؟ انت هتتحدينا نكته؟ وقعتك معايك في قرص الجلة الطري اللي هيتحط في جراسك بعون الله. بتحلمي انتي صح؟ قرص الجلة بتاعك ده انا اللي هنخليكي تشيليه فوق دماغك لو ما بعتيش عني وسبتيني في حالي. وانا لما ابنك يطلع من الحمام ليا كلام تاني معاه. خلصت كلامها ونادت بعلو صوتها: علي يا علي، تعالى شوف امك بتعمل فيا ايه وبتقول ايه، وانا لسه عروسة ماليش كام يوم في بيتك. طلع علي من الحمام وهو بينشف دماغه: في ايه على الصبح يا فتاح يا عليم؟ مالك يا قدورة؟ مالك يا اما في ايه؟ امك يا سي علي جايه تخبط عليا وتزعق وتقول لي قومي قومي ناموسيتك كحلي وشغل البيت مش عارفه ايه. مال انا ومال شغل البيت؟ وسخت ايه اصلا عشان انضفه، ولا كلت في ايه عشان اغسله؟ مش كل واحد ينضف وراه؟ ولا هي بقى زريبه اللي فيها يوسخوا ويجي حد من تحتهم يشيل وينضف وراهم؟ وبعدين ما انت بصحتك واقفه على رجليك اهو، وديكي شديده وقادره تخبطي على البيبان لما تكسريها. ولا هو الفطار اللي هتعمليه لروحك هيتعبك، والوقفة والردح من صباحية ربنا حلوين وما بيتعبوش؟ واه زريبة، هتشبهيني بالبهايم يا عويلة؟ سامح يا علي، سامع مرتك عتهين امك قدامك وواقف تتفرج. هيبك دي يا قدارة، خشي جوه، خشي انت دلوك، وانت يا اما روحي اعمل افطار لروحك وافطري وخدي علاجك وكني في مطرحك. قدورة لساتها عروسة وعلى قولها يعني لسه دكش الحنة على يدها. خلينا نعيشوا لنا يومين حلوين، تاني واخد عزاجة شهر من شغلي بالعافية. روحي يا أما الله يرضى عليكي. خلص كلامه ودخل وقفل الباب في وش أمه اللي رجعت لورا بصدمة، وهي مش مصدقة اللي سمعته من ابنها ومراته. مراته اللي هي جابتها له بإيديها، وأول حاجة عملتها إنها عضت الإيد اللي جابتها. راحت زاهية على المطبخ عشان تعمل لروحها فطار، بس ما لقيتلهاش نفس تاكل، ووقفت تفكر مع نفسها يا ترى هتعمل ايه في الأيام اللي جاية مع قدورة، وازاي هتقدر تسيطر عليها وتمشيها تحت طاعها وهي واعية جدا، وابنها من أول يوم وقف قصادها وبيدافع عنها، ودي حاجة عمره ما عملها طول سنين جوازه من بدور بنت عمه. وابتسمت لما لقيت الفكرة اللي هتخلي قدورة تبقى زي المداس في رجليها ورجل علي جوزها، بدور الدرة المرة اللي زي هترجعها بأي تمن وتكسر بيها مناخير قدورة وبكدها. أما في أوضة علي وقدورة، ما خلاص عادي يا قدارة، ما كانوش كلمتين اللي هيخلوك تمد بوزك اليوم بطوله، أهم قالتهم ومشت. انسيهم انت عاد وارجع اضحك الضحكة الحلوة بتاعتك دي. وبعدين أمي هتحبك وهتقولك كده من عشمها فيك. ده هي المخترق اللي وفضلت تزن علي عشان اتجوزك، لدرجة اني فكرتك رشيتيها ولا حاجة عشان تعمل كده. بس بصراحة طلع عندي حق، وطلعت عارفة مصلحتك أكتر مني. الأم برضك يا بوي. الله، بنقولك ايه يا علي، كل اللي قلته ده على عيني وعلى راسي، بس انها تيجي تخبط عليا وتصحيني من عز نومي عشان نفطرها ونشتغل في البيت، لا. هي تعمل حاجاتها لنفسها، وانا وقت ما نقوم براحتي اعمل اللي عايزة نعمله، واللي ما نعملوش ما نعملوش. وانا مش جاية نخدم حد ولا نشتغل خدامة لأمك،
والنقط لازم تتحط على الحروف من أولها، يا كده يا تاخد لي سكن بقى بعيد عنها. اسكن بعيد عنيها كيف وهي ولدها الوحيدة وملهاش غيري؟ عايزة الناس البلد ياكلوا وشي ويقولوا هم الأم ولا ايه؟ خلاص مادام كده يبقى البيت ده يمشي على مزاج صاحبته اللي هي أنا، وأمك يتحط لها حدود، ولو ضروري حد يخدمها يبقى أنت الحد ده. أنا مش ملزمة بخدمة أمك يا روح أمك. خلاص يا جدارة، عاد بلا أمي بلا أمك، اعمل اللي انت عايزاه وهملينا من المشاكل دلوك وخلينا في الانبساط، ده احنا عرسان حتى. خلاص يا علي هنسكت عشان خاطرك انت، بس لو امك اتعاملت معايا بالطريقة دي تاني هنسيب لك البيت كله ونمشي، واقعد انت بقى وامك بوسكم في بوس بعض، وابقى ارجع العجزة تاني وهتخدم امك وتريحها، وده الاهم عندها. انما انت وراحتك ومزاجك تولعوا. اقول لك ايه، بلا هالسيرة دي عاد، ولا قوم البس واطلع وهملك الأوضة والبيت خالص. لا وعلى ايه، خلاص سكتنا خالص اهو. أما في البيت عند بدور سمعت خبط على الباب، راحت فتحت واتفاجئت بحماتها قدامها، وبرغم كل اللي جواها من ناحيتها إلا إنها قالت لها أهلا يا مرات عمي، ادخلي واقفة على الباب ليه؟ دخلت زاهية وقعدت. هقول لك ايه يا بدور، من غير لف ودوران، من غير لف ودوران وكتر حديد، أنا بصراحة ربنا توحشت العيال وما قدرش يعيش بلاهم 2-3 وخلي علي يردك وترجعي بيتك وبيت عيالك، بتخليش واحدة تانية تاخد منك الجمل بمحمل، وانت تسحبي روحك وتقفي بعيد تتفرج عليها. لا يا مرات عمي، أنا ما رجعش لحد تاني، وبعدين غريبة يعني ما كانش ده كلامك قبل سابق، ده انت اللي سعيتي للطلاق والجواز اللي اتغير دلوك، وما تقوليش توحشت العيال، أصلك ما هتتوحشيش حد انتي من ميتة وانت ظالمة كده وقاسية يا بدور، دخلتي جوايا وشفتيني ما توحش حد. بطلي هبل بس، ولما علي يجي يرجعك وافقي وارجعي معاه طوالي، وهتشوفي مني معاملة تانية خالص، هخليكي ست الدار وأحطك في السماء. لا يا مرات عمي مش هعاود، أني واحدة مشلولة وعارجة وفيها كل البلاوي وما ملاش عين ولا عمر بيوت، ورحت وجبتوا السليمة اللي تملى العين وتعمر البيت، تتهنوا بيها وتتهنى بيكم وهملوني لحالي. أنا يا رب عيالي وهتكسر عليهم وما عاوزاش من الدنيا حاجة تانية، بالإذن أروح أصحي لك فرحة وحسن عشان تسلمي عليهم، وأعمل لك حاجة تفطر بيها، ريحة حنكك مغيرة وباين عليك ما فطرتيش لدلوك، مع إن أول حاجة كنت تعمليها أول ما تصحي وتفتحي عيونك إنك تاكلي. سابتها بدور ودخلت صحت لها العيال واخدتهم زاية في حضنها وبستهم، وفضلت مراقبة بدور وهي واقفة في المطبخ بتعمل لها الفطار في نفس البيت اللي بدأت منه كل حاجة، بيت العيلة. يا نعيم انت اتدبيتي في عقلك وليه؟ بك عايز الواد الحيلة ياخد واحدة حداها شلل الأطفال، وكمان بالتعمى عشان عيالهم كلهم ياجوا مشلولين. أقول لك ايه مرنتي، دي بنت أخويا ولهاش غيري من بعد ما أبوها وأمها ماتوا، وولدك هيتجوزها ورجليه فوق رقبيه، وبعدين هي حداها طيف شلل يعني وعطورش بس، وعتقضي كل حاجاتها ماشي مكسحة ولا نايمة طريحة، بس ثاني ولدي يستاهل واحدة أحسن من كده. ولدك لو ما تجوزت بنت عمه هيندم ندم عمره، بنت متربية على يدنا ومؤدبة ومحترمة وعينيها ما تترفعش من الأرض، كل البنات تكتهم مؤدبين ومحترمين وعيستحوا، ما فيهاش يعني اللي مش في حد. بص يا مارا انتي، أني قلت كلمتي وانت وولدك ما عليكم إلا التنفيذ، يقدي كل حاجة أملكها تتكتب باسم بدور بنت أخوي، وانت وولدك كله تبني، وروحوا هاتوا العروسة اللي تحجبكم وتجوزها من دراعه، واني بفلوسي هجوز بدور بنت أخوي سيدها. رجع علي من شغله وعرف من أمه قرار أبوه، وراح له وقال له كلامي اللي قلته لأمي دي يا أبوي، اني ما عاوزش بنت عمي وانك تجبرني عليها بالشكل ده ظلم ليا، ليه تكون ظالم وتاجي على ولدك عشان بنت أخوك؟ أنا مش عاظلمك ولا عاجي عليك يا علي، أنا حافظي على بنت أخوي، وفي نفس الوقت عايز لك أحسن حاجة في الدنيا، وبدور بنت عمك أحسن حاجة في الدنيا يا أبوي، بس على رأي أمي دي حداشة للأطفال وعينها هاجوا معيوبين، خليها على الله وقول يا رب، ده كل مكتوب. بس دلوقتي أنا عايز أقول لك كلمتين وتحطهم حلقة في ودانك من أبوك اللي ما يهموش غير مصلحتك وبس، وعمري ما أظلمك ولا أجي عليك كيف ما أنت مفكر كده.
بنت عمك زينة وانت ولا بيها من الغريب. وصدقني أنا مش مجوزها لك خوف عليها هي، أنا مجوزها لك خوف عليك انت. بدور أني عارف إنها لو اترمت في النار هتسد وتفتح بيت وتعمره ولا أشطرها مرة. يعني بس حابب إن البيت اللي هتعمره يكون بيتك انت. تسمعش لأمك يا علي، أمك هتحسب حسابات تانية لمصلحتها هي وبس. صدقني أنا خايف عليك. علي سكت شوية وبص لأبوه بنظرة تايه وسأله: يعني أبوي أنت شايف إن جواسي من بدور العارجة فيه مصلحتي؟ هترميني في النار وتقول إنك خايف عليا؟ النار يا ولدي اللي هتتكلم عليها وبقرميك فيها وأني عارف إنك هتتعب مش هترتاح. النار نار طبع وأصل، نار صبر ما تلاقيهاش، نار ستر تدور عليه ما تشوفوش. الدنيا دوارة يا علي، واللي يفتكر نفسه مسكها من قرونها بيلف بيه الزمن ويرميه تحت رجلين اللي كان شايفهم قليلين ومش قد مقامه. بس أنا ما قدرش أتقبل الموضوع ده. هتقبله يا ولدي، ومع الأيام هتعرف إني مخترتلكش عروسة، إني مختار لك ستر، ولما ترضى بنصيبك وتتجوزها هتكون رضيتني أنا ورضيتها ورضيت نفسك قبل منينا. وفعلا علي رضخ في النهاية واتجوز بدور بنت عمه رغم اعتراض أمه ومحاولتها المستميتة لمنع الجوازة. بس من يوم ما بدور اتجوزت علي وزاهية حولتها الخدامة بمعنى الكلمة، من تالت يوم جواز خبطت على بابها وقالت لها: بدور الصحيان من هنا ورايح يكون الساعة 6 الصبح. معانا طير عايز يفطر، وخدمة بيت عايزة تتقضى في الصبح البدري، والنوم ما يعمرش بيوت، ولا ما تقدريش على خدمة البيوت عشان رجلك واللي فيها. ردت عليها بدور وهي مكسورة: لا يا مرات عمي هقدر. مالها رجلي؟ ماني عحفظ عليها وزينها. دقيقة بس غير خرجاتي وجريالك، ومن بكرة هصحى بدري واعملك كل اللي عايزاه. وبدأت بدور تعمل كل كبيرة وصغيرة في البيت، ومفيش على لسانها غير نعم وحاضر. تعمل كل شغل البيت من سكات، بس فضلت زاهية من جواها شايفاها قليلة وابنها كتير عليها ومش متقبلة انها تكون مراته، حتى بعد ما خلفت له ولد وبنت زي القمر ومفهومش اي عيوب. وكل ده ونعيم طاير ببنت اخوه اللي كانت اختيار موفق لابنه، وشايفها عايشة حياتها طبيعي وخلفت ومش ناقصها حاجة، لغاية لما ربنا أخد أمانته بعد ولادة بدور لفرحة بسنة. ومن ساعتها اتجدد جوا زاهية أمل ورغبة بإنها تعوض ابنها وتجيب له العروسة اللي على مزاجها ومزاجه. وأول ما شافت أدارة بنت جارتها اللي اتجوزت في اسكندرية وجت بيها أجازة للبلد عجبتها وعملت المستحيل عشان تجوزها له. ما كانش علي راضي في البداية، بس مع إصرار أمه وجمال أدارة وافق وبقى كله حماس للجوازة، لدرجة إن بدور أول ما طلبت الطلاق طلقها من غير تفكير. والنهاردة اللي جابتها له بتنطحها الكلمة ب10، مش قادرة عليها وشتمتها قدام ابنها وهو متحركش وكان ساكت. رجعت زاهية من تفكيرها على صينية الأكل اللي بتتحط قدامها، وبدور بتقول لها: افطر يا مرات عمي انت وعيال ولدك واشبع منيهم، لو عاوزة تاخديهم معاك يقعدوا هبابة مع أبوهم وخديهم. ردت عليها زاهية في سرها: وهو أبوهم عاد فاضلهم ولا فاضل حد؟ لا، بس هاخدهم وخليهم يرمحوا في بيت أبوهم ويدوشوا على كيفهم. أمال هسيب الهانم تقعد براحتها وعلى مزاجها ياك؟ خلصت أكل وأخدت الولاد معاها ورجعت على البيت وخلتهم خبطوا على أبوهم ودخلوا له الأوضة، وابتدت شقاوتهم وصوتهم العالي، وده خلى قدورة تطلع من الأوضة ما تستحملش. فابتسمت زاهية بانتصار، وأول ما طلع علي من الأوضة مع العيال قالت له: علي أقول لك يا حبيبي، أنا حاسة أني تقيلة على مرتك الجديدة ومش متحملاني، وبقيت عزول ما بينكم. أنا أروح أقعد مع بدور مرتك ومع العيال في البيت الكبير، وانت بقى زورني من وقت للتاني. اسمها طليقته مش مراته. طليقتها ولا مرتها ما فرقاش، مهم انها ام عياله، ودي حاجة ما نقدروش ننكرها. ياما تروحي وتهملي بيتك، ما ينفعش الناس تقول علينا ايه. ما حدش هيقول حاجة ولدي، هيقول امه راحت تقعد تصارح عياله وتراعيهم. همل انت بس كلام الناس وخلينا اروح اقعد حدا اللي هتريحني وترعاني، وخليك انت مع مرتك الجديدة، وما دامك مبسوط اني هكون مبسوطة. وفعلا اخدت زاهية حاجاتها وسابت البيت وراحت قعدت مع بدور، قعدت في بيت العيلة القديم،
ومن ساعة ما راحت وبدأت تنفذ الخطة اللي رسماها. أما علي: قدورة، طبخة ايه النهاردة؟ أنا واجع من الجوع. طبخت مكرونة بالصلصة، الحلة جوه، ادخل اغرف لنفسك. اعدي المكرونة وكل يوم كده. طب يا بنت الحلال، فيه واكل تاني غير المكرونة يعني؟ في حاجة اسمها فروج، حاجة اسمها لحمة وطبيخ أحمر كده، حاجة اسمها سمك مقلي ومشوي وصيادية. نعم يا عمر، وانا هنقف من صباحية ربنا على كعوب رجلي افضل اعمل في اكل واصنف؟ ليه، مفيش ورانا غير الاكل؟ لا يا عيوني، انا ماليش غير في الحاجات الخفيفة، واللي انت طالبه ده تجيبه جاهز. انا ما بنعرفش نطبخ. أجيبه جاهز منين يعني؟ هو في حد في البلد حدانا يبيع وكل جاهز؟ تنفكرها اسكندرية ولا ايه؟ ومالها اسكندرية يا جدع؟ مطاعم وبحر وفسح ودلع. انا ما نعرفش ايه اللي خلاني اسيب ده كله اصلا واتجوز في الصعيد. حقيقي عقلي كان فين ساعتها. بس ملحوقة، ما تيجي نسيب البلد دي ونسافر على اسكندرية وتشوف بعينك بقى عيشت هنا ولا عيشت هناك. لا يا ابوي افتح الله، ما يسيبش بلدي اللي فيها شغلي وامي وعيالي وبيتي. ولا على موافقتك على الجواز محدش ضربك على يدك يا بنت الحلال. ودي عيشتي ودي المتاح واللي حداي، شوف اللي يريحك واعمليه. لو على الوكل يعني خلاص معوز صطفح. خلص كلامه وسمع حس ابنه حسين على الباب. ابوي الست زاهية عيانة وقالت لي اجي ناتمك. ملا ستك يا حسن، استنى اديني جاي معاك ها. جري مع حسن ابنه على امه، واول ما دخل سألها: مالك يما، فيك ايه؟ سلامتك. تعبانة يا ولد، حسن روحي سايخة عليا وملياش نفسي للوكل ولا للشرب، مع ان بدور النهارده طبخة حمام بالفريك ورز معمر من اللي قلبك يحبه، وريحتها من الصبح معششة في نخشيشي. بس اعمليه، البطن ما جابلقش وكل. بلع ريقه وهو شامم فعلا ريحة الأكل الحلو، وخصوصا إنها الأكلة اللي بيحبها، وهو جعان جدا. فقالت لأمه: تتغديت يا ولدي ولا لا؟ لو لساك اقعد كل معايا اهو تفتح نفسي هبابة. بس يا أما أحسن ما تكونوش عاملين حسابي في وكل. بدور دايما هتعمل الوكل بزيادة، ما انت عارفها. روحي يا فرحة قولي لأمك تغرف لنا وأبوك نتغدوا. راحت فرحة تقول لأمها، وقعد علي مع زاهية. ودقايق وكانت بدور جايبة صينية الغدا من المطبخ، وقبل ما توصل بيها لأوضة حماتها اتفاجئت بقدارة داخلة من باب البيت. كانت داخلة زي العاصفة، وأول ما شافتها حطت إيديها في وسطها وقالت: الله الله الله، بقى كده جايباه بالحيلة عشان تلف دماغه بأكلة وكلمتين ويرجع لك تاني؟ بتستعطفيها عرجة عشان يردك؟ ده عشم إبليس في الجنة. خلصت كلامها وراحت هجمة على بدور، وقعت الصينية من إيديها وزقتها خلت توازنها اختل، ووقعت على الأرض. وعلى صوت التكسير والوقعة وزعق وقال: هو في إيه؟ إيه اللي حصل؟ لو عايزين تعرفوا باقي الحكاية استنوا